أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين محمد وهبي مدربا للمنتخب الأول، وذلك خلفا لمواطنه وليد ركراكي. الجامعة المغربية قامت مؤتمرا صحفيا قدمت خلاله وهبي الذي حقق إنجازا تاريخيا بقيادة منتخب المغرب للشباب لتتويج بكأس العالم للشباب. قدمته مدربا جديدا لمنتخب أسود الأطلس بمساعدة كل من البرتغالي جواو ساكرامنتو والدولي المغربي السابق يوسف حجي. المؤتمر شهد قبل تقديم وهبي تكريم وليد ركراكي الذي تم الانفصال عنه بالتراضي بعد أن أشرف على المنتخب المغربي 3 أعوام ونصف العام نجح خلالها في بلوغ نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ونهائي كأس أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في المغرب. هذا وأكد المدرب الجديد لمنتخب المغرب محمد وهبي أن تعيينه رئيسي الإدارة الفنية لمنتخب أسود الأطلس هو تشريف وتكليف في الوقت ذاته، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل خدمة منتخب بلاده. إذ أحصل اليوم على ثقة تدريب المنتخب المغربي أنا واع تماما بكل الانتظارات، هذا شرف كبير جدا، وألتزم بالعمل بجدية بتواضع بإصرار وخاصة بالكثير من الوطنية كي نواصل في تطوير هذا المنتخب لأنه تطور كثيرا ويستحق المزيد، وبما أنه فريق شاب فإنه يستطيع أن يواصل العمل على سنوات في المستقبل ويجعل الشعب المغربي فخورا بمنتخبه. بعد تعيينه رسميا المدرب للمنتخب المغربي خلف وليد ركراكي، سيقود محمد وهبي أسود الأطلس في المباراتين الوديتين أمام الإكوادور وباراغواي استعدادا لدخول غمار كأس العالم المقبلة. بطل كأس العالم الشباب سيكون على عاتقه البحث عن المجد المونديالي وتكرار إنجاز كأس العالم بقطر وأيضا كأس العالم للشباب في تشيلي. هو مهندس الجيل الذهبي الذي أطاح بالكبار في مونديال تشيلي للشباب، فقد قاد أشبال الأطلس إلى تحقيق المجد المونديالي والظفر بكأس العالم للشباب في إنجاز غير مسبوق. محمد وهبي اسم برز كأحد أفضل المدربين على الساحة العالمية بعدما أطاح بمنتخبات من العيار الثقيل كإسبانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يتجاوز عقبة الأرجنتين في المشهد الختامي ويتوج بلقب كأس العالم للشباب. محمد وهبي من مواليد 76 من القرن الماضي ببروكسل البلجيكية. بدأ مسيرته المهنية كمدرس قبل أن يجرفه تيار شغفه بكرة القدم إلى عالم التدريب من بوابة نادي أندرلخت العريق، ليتدرج في مختلف الفئات السنية وصولا إلى منصب مساعد المدرب الفريق الأول. وقد ساهم في تكوين العديد من المواهب التي تألقت في سماء الكرة الأوروبية على غرار نجم أستون فيلا يوري تيليمانس وجيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي، وأيضا دودي لوكي باكيو لاعب بنفيكا البرتغالي. وهبي توج مسيرته الأكاديمية بحصوله على أعلى شهادة تدريبية من الويفا برو، ليبني على هذه القاعدة الأكاديمية الصلبة فلسفته التدريبية والتي استثمرها جيدا منذ تعيينه ربانا لسفينة منتخب المغرب للشباب عام 2022، حيث نجح في تحويل الفريق إلى قوة ضاربة قاريا وعالميا، وتجلى ذلك جليا في تتويجه ببطولة شمال إفريقيا وتحقيق وصافة كأس إفريقيا قبل أن يكتب التاريخ في كأس العالم للشباب بتشيلي. شخصيته الهادئة، ثقته في لاعبيه وقربه منهم، تشديده على الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية، كلها عوامل جعلت من محمد وهبي الرجل المناسب الآن للإمساك بزمام أسود الأطلس والدفع بهم للزائر بقوة من بوابة كأس العالم المقبلة. شهد حفل تقديم المدرب الجديد لمنتخب المغرب تكريم وليد ركراكي، والذي أكد أنه فخور بما بلغه منتخب أسود الأطلس تحت قيادته. الهدف كان جعل هذا الفريق أكبر أولا من أجل بلدنا كسمعة، ولكن كذلك يكون هناك ثقافة الفوز التي كانت مهمة جدا بالنسبة لي شخصيا. الأمر المؤكد
والذي لا يمكن أن نتجاهله هو أنني دائما ما كان لدي الهدف أن أقدم أفضل ما لدي، والالتزام كان كاملا، لم يكن هناك أي ادخار للمجهودات وللجدية في العمل الذي يستحقه هذا المنتخب. العمل الذي تم مع بعضنا البعض ومكننا من تحقيق أشياء تاريخية: نصف نهائي كأس عالم، نهائي كأس أفريقيا بعد 22 عاما، وأخيرا 8 مركز في الفيفا، وهو رقم قياسي لبلدنا. دخلنا في 10 الأوائل عالميا، هذا أمر استثنائي. أنا متأكد بأننا سنحقق أفضل من ذلك في المستقبل إن شاء الله.